السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين. يا جماعة المطبخ أهم من اللحمة، التخطيط أهم من الخطة. كنت باتكلم مع واحد صديقي كده فبيقول لي أنا كل ما أعمل خطة ما تطلعش مضبوطة، أقطعها أو أنساها أو أسيبها، مش مشكلة. المهم إن أنت تكون بتعمل خطة. عملية التخطيط هو المطبخ اللي بيطلع الخطة. مش مشكلة إن المطبخ اللي يطلع حتة اللحمة تبقى محروقة شوية، مش مستوية شوية. المرة الجاية هتتعلم ضبطتها إزاي، هتسيب عليها النار شوية أو تظبطها بشكل أو بآخر. إنما لو مفيش مطبخ مفيش لحمة. فعملية التخطيط أهم من الخطة، المطبخ أهم من اللحمة. أنا عملت دلوقتي خطة إن أنا أخس العدد الفلاني 10 كيلو في خلال 3 أشهر، واشتغلت وحاولت ورحت الجيم ومسكت نفسي والكلام ده، لقيت نفسي خسيت 5 كيلو زي الفل. المرة الجاية هحط خطة ل5 كيلو في المدة الزمنية دي، أو هتك شوية على نفسي. طيب، فممكن أعدلها بس في الآخر هوصل لحاجة خسيت. انما لو ما خططتش اصلا للي انا عايز اوصل له، لو ما حطيتش بوصله اوصل لها، مش هوصل لحاجه. فاهتموا بالمطبخ وسيبكم من اللحمه وهتتظبط بالوقت، وخططوا لحياتكم في كل حاجه عشان توصلوا اللي انتوا عايزينه.